السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. هنعمل كده طريقتين للسمك المكاريل او الروسي زي ما بتسموها. طريقتين بجد تحفة. طبعا الطريقة التقليدية اللي هو نقليه، والطريقة التانية نعملها ايه في الفرن. انا شفته طبعا في الشواية كده في ناس بتعمله بالطريقة ديت، فحبيت اجربه وايه وهنعمله بنفس الطريقة كده وايه. معانا كده هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا كده 3 حتات من السمك ووزنهم على بعضهم كده حوالي كيلو وربع تقريبا. غسلتهم ونضفتهم ونقعتهم في ميه بملح وخل وليمون وبقوا جاهزين معايا. معانا التتبيلة اللي نتبلوا بيها. معانا جزر وطماطم فلفل وشطة وبصل وليمون وتوم. كل المكونات دي جاهزة معانا، ومعانا كزبرة وبقدونس قطعتها برضه او فرمتها ناعم خالص. بعد كده ركنتهم كده على جنب، وايه هطحن او تبقى جاهز تتبيله الثوم والفلفل مع بعض. هتفرميهم في الكبه او في الهون حسب رغبتك. وهنجيب السمك كده وننضفه. انا حبيت ايه طبعا في الشوايه بيروح فاتحينه بس نصين كده، ويحط عليه التتبيله ديت ويدخلوه في الفرن وخلاص. انا حبيت اخلي منه الشوك خالص واشيل اي حاجه منه. حتى الشوك الرفيع ده حبيت اطلعه منه برضو بالراحه كده. نضفتهم كده وخليت الشوك منه كده وخليته نظيف بحيث اللي ياكل ايه، مش هيعوز يعني ينضف ولا حاجة. نزلت كده بشرت الجزرية ناعم، ونزلت بالثوم والفلفل اللي انا فرمتهم والبهارات ملح وفلفل اسمر وكزبرة وحبة من الشطة. وطبعا عصرت عليهم ليمونة ونزلت بمعلقتين من الخل. هقلب كده التتبيلة مع بعضها كده وتكون جاهزة معايا، ويكون تجهزها كده معانا ونكدها معانا كده على جنب. معانا الصينية اللي هعمل فيها. انا هجيب حتة واحدة يعني واحدة سمك، هحطها كده في الصينية. والتانيين تاني هقطعهم 4 تربع يعني بالطول كده وبالعرض. هاخد نص واحدة كمان احطها في الصينية، والتانيين هقطعهم عشان ايه يعني اتبلهم برضو. هنقليهم طبعا في الزيت وهنجهزهم كده مع بعض. كده معايا التتبيله جاهزه وهتبل بيها السمك. هفرد كده السمك وهتبله كده من فوق وهقلبه كده مع بعضه كده وايه، ويكون مع بعضه جاهز. واللي في الصينيه برضه هحط عليه التتبيله كده ويكون جاهز معانا. انا شلت حبه من التتبيله، معلقه من التتبيله ديت، ونزلت عليها بالكزبره والطماطم والبقدونس، وقلبتهم مع بعض كده ورشتهم على وش السمك. وبعد كده نزلت بالبصل على الوش. وكده ايه هنزل معانا كمان بعصير ليمونه، واحط كمان الليمون معاه طبعا على الوش، وهنزل بمعلقه خل، وهنزل كمان ب3 معالق من الزيت. يعني هو مش هيشد زيت كتير ولا حاجه، هيكون ايه معانا كده جاهز. هولع طبعا الفرن من فوق ومن تحت وتولعيه بالشوايه. يعني لو لقيت الوش اتحمر شويه ممكن تطفي الشوايه وتسيبيه حبه من تحت وخلاص. وهو في الفرن طبعا مستوي. طبعا انا كان دي التبل معانا. بدي غلفته كده بالدقيق. ممكن عايز تغلفيه بالبقسماط او اي حاجه تانية طبعا حسب رغبتك. انا غلفته كده بالدقيق وركنته على جنب، ومعايا طاسه على النار. ونزلت كده بعد ما سخن معايا نزلت كده بالسمك. طبعا اول جهه كده هتاخد معايا حوالي دقيقتين او 3، وهتكون معانا تحمر. بعد ما يتحمر وياخد اللون ده معانا هنقلبه على الجهه التانية. طبعا مش هياخد تاني مره، هياخد يعني حوالي دقيقتين بالكتير هتكون اتحمرت، وهيكون جاهز معانا كده. هنطلعه في الطبق، هنحطه طبعا على البقدونس كده والكزبره، وهرش ممكن عايز زيني برضو ترش على وشه حبه كده. طلعنا السمك اللي في الفرن طبعا مستوي وجاهز معانا. بجد ريحة اللي في الفرن دي طبعا ريحته تحفة. طريقة سهلة وبسيطة يعني هتعجبكم طبعا الطريقة دي جدا. جربوها هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وحاولوا